السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا متابعين في الدنيا، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله نعمل النهاردة شوكولاتة كده في منتهى الجمال والروعة بمكونات بسيطة جدا وسهلة جدا والنتيجة فوق الممتازة. هنعمل كل حاجة مع بعض بالتفصيل ان شاء الله، والمكونات بسيطة هتقوموا تجربوها على طول، وكمان هتعتمدوها وتقدموها دايما لضيوفكم. شايفين ما شاء الله الجمال والحلاوة؟ تعالوا بقى نشوف عملنا الجمال ده كله ازاي، وما تنسوش اللايك. يلا بينا. بسم الله. معايا هنا المكونات بتاعتي بسيطة جدا. معايا ربع كيلو من الفول السوداني طبعا متحمص، ومعايا باكت كده من البسكوت زي ما حضراتكم شايفين حوالي 200 جرام. انا فرمت الفول السوداني معايا كده زي ما انتم شايفين، فرمته خشن شوية، وبعدين فرمت البسكوت ناعم شوية. احط عليهم كده معلقة وربع كده من الكاكاو الخام، هقلبهم مع بعض كويس جدا. الموضوع سهل وبسيط والمقادير بسيطة جدا يا جماعة. هقلبهم مع بعض كده كويس جدا. انا هنا هحط معلقتين من النوتيلا. انا هنا خشنت البسكوت شوية علشان كنت حابة ان انا احس طعم البسكوت معايا. لو حضرتك عاوزة ما تاخديش نوتيلا كتيرة في العجن، نعمي الفول السوداني على قد ما تقدري. انا هنا زودت معلقتين من اللبن. لو مش حابه تضيفي لبن خالص، لو الشوكولاته دي هتقعد معاكي فتره، بلاش لبن وزودي كمان نوتيلا وعجيني. لو حابه تعجنيها بنوتيلا بس زي ما حضرتك تحبي. لو هي هتقعد معاكي ما تحطيش فيها لبن اطلاقا، حط فيها نوتيلا بس وعجنيها كمان. وطبعا لو الفول طري معاكي او مش طري بقى، يعني لو الفول ناعم جدا معاكي يعني ما انا كنت عاملاه كده، مش هتاخد معاكي الا معلقتين النوتيلا دول، ومش هتاخد نوتيلا تاني كمان، ومش هتاخد برضو المعلقتين اللبن اللي انا حطيتهم. خلاص انا دمجتهم مع بعض كويس جدا كده وعجنتهم مع بعض. هكورهم بقى كده زي ما حضراتكم شايفين بالحجم اللي انت تحبيه. هعملهم كده كلهم. معايا فضل قطعه كبيره كده، انا حبيت احشيها نوتيلا. طبعا انا كترت قوي زي ما انتم شايفين كده. المفروض ان انا احط النوتيلا في كيس واحطها في قلب الشوكولاته بتاعتي، بس مش مشكله، الشوكولاته اللي فوق هتداري كل حاجه. انا هلفها كده على قد ما اقدر، وهوريها لكم في الاخر هي هتكون عامله ازاي. هجيب بقى شوكولاته خام، هسيحها في حمام ميه. انا بحطها كده في كيس واحطها في ميه سخنه، لما تسيح بضيف عليها بقى معلقتين كده زيت، واقلبها مع بعض، واضيف كمان شويه من الفول السوداني زي ما انتم شايفين المجروش كده. انا يعني فرمه شويه، خدت شويه وانا بفرمه حطيتهم على الشوكولاته بتاعتي. اما الشوكولاته تسيح هكون حطيت الشوكولاتات التانية بتاعتي في التلاجة. اطلعها بقى، هغطسها كده زي ما انتم شايفين في الخليط اللي انا عاملاه، الشوكولاته الخام اللي انا حطيت عليها معلقتين زيت، وحطيت عليها شويه من الفول السوداني، وبعدين هغطسها فيها واخرجها على ورق زبده، او على كيس. لو عندك كيس كده تلاجة تفتحيه وتحطيها عليه علشان ما تلزقش معاكي، وكده يعني بتكون تمام قوي. هعمل الكميه اللي معايا كلها، حاجه كده سهله وسريعه وتحفه وفي منتهى الجمال والروعه. شايفين قد ايه هي حلوه جدا من دلوقتي وشكلها جميل. هخلص الكميه كلها اللي معايا، حتى الشوكولاته اللي انا حشيتها نوتيلا هعملها برضو. هسيبهم يبردوا بقى شويه في التلاجة ونقدمهم مع بعض. شايفين بقى ما شاء الله، ده كان شكلها حاجة كده في منتهى الشياكة والجمال، قريبة كده للشوكولاتة الروشيه. تحفة. اي زيادات بقى في الشوكولاتة هنشيلها بالسكينة كده. هوريكم كمان شكلها من جوه. وطعمها كان في منتهى الجمال والروعة، طعمها مميز جدا، غني جدا، حلو جدا. شايفين ما شاء الله شكلها تحفه وطعمها في منتهى الجمال. طبعا اللي كانت محشيه نوتيلا دي انا ندمت اللي ما عملتش الكميه كلها كده، بس المره الجايه طبعا هعملها كلها، لان بجد كانت طعمها خيالي. والله يا جماعه كان طعمها وهم. ان شاء الله هتجربوها ان شاء الله وهتعجبكم قوي. اشوفكم في وصفات تانية، ما تنسوش بقى اللايك. مع السلامه.